في عالم مليان بالمتلاعبين في الشغل أو حتى في العلاقات وحتى في أبسط تفاصيل حياتك، في أساليب نفسية تقدر من خلالها تتحكم في عقل أي شخص ومن غير ما حتى هو يحس. أساليب من كتر ما هي تلاعبية الضحية مش هيحس إنه بيتم خداعه، بل ده هيثق فيك أكتر من الأول، بينما في الحقيقة أنت حولته لدمية سهل تتحكم فيها. الخطير هنا ان الحيل دي مش واضحة، مش اوامر صريحة او تهديد مباشر، لكنها بتتسرب للعقل بهدوء. عشان كده في فيديو النهاردة هنكتشف مع بعض اقوى 3 اساليب خفية للسيطرة على الاخرين. الجاز لايتنج مش مجرد تكنيك عادي، بل ده اسلوب مدروس بيخلي الضحية تشك حتى في احساسها وواقعها. المتلاعب هنا مش بيقول للضحية انت غلطان، بل هو بيزرع جواه الشك المستمر، لدرجة ان الضحية يبدأ يسأل نفسه هو انا فعلا صح ولا انا دماغي فيها حاجة غلط. وده رقم 1 عن طريق التشكيك المتكرر. المتلاعب هنا بيشكك الضحية في كل حاجة حواليه وحتى في ادراكه لكل حاجة. يعني مهما كان الضحية متأكد من اللي بيقوله، برضه المتلاعب هيفضل يشكك فيه ويحسسه ان في حاجة غلط، وممكن كمان يأكد له انه غلط بأدلة مزيفة. كل ده بس عشان على المدى الطويل يخلي الضحية يفقد الثقة في نفسه وحتى في إدراكه وصحته العقلية. وتاني حاجة هي اللعب على الذاكرة. لو حصل موقف معين المتلاعب بيرجع يحكيه بطريقة مختلفة لحد ما الضحية يبدأ يصدق روايته. يعني على سبيل المثال، شخص متلاعب مرتبط ببنت وهما الاتنين حصل ما بينهم موقف ظهر فيه المتلاعب بشكل عصبي أو مجنون أو بشكل سيء في العموم. بعد فترة من الخصام هيرجع المتلاعب يصالح البنت، وهيبتدي كمان يقنعها إن هي السبب في كل المشكلة، وهيبدأ يكذب بشكل مدروس بحيث يأكد لها إن اللي هي بتقوله ده كله غلط، وإنه ما عملش أي حاجة، وإن هي اللي عملت المشكلة من الأساس. وممكن كمان يخليها تشك إن هي مريضة نفسيا ويخليها هي اللي تتأسف له، وده هيخلي مع الوقت البنت تفقد الثقة في ذاكرتها وتصدق كل كلمة من المتلاعب. وتالت حاجة هي مزج الحقيقة بالكذب. يعني باختصار المتلاعب هنا بيدي ليك جزء صح ويحط جنبه كذبة عشان عقلك يقبل الكذبة من غير ما يحس، لأنه مزاجها بشيء حقيقي عقلك متأكد منه. والخطير إن الجاز لايتنج بيخلي الضحية تفقد إحساسها وقدرتها على الحكم، وتبقى دايما محتاجة المتلاعب عشان يفكرها بالحقيقة أو الكذب اللي هي فاكرة حقيقة. والنتيجة بعد كل ده بتكون دمية بين إيديك. الضحية بيفقد القدرة على عمل أي شيء بدون المتلاعب، وهيبقى بيثق فيه بشكل أعمى، وهيكون فاقد الثقة بنفسه كليا وحتى في صحته العقلية. الجيلد تريبنج ده سلاح قديم لكنه فعال جدا. المتلاعب هنا مش بس بيطلب من الضحية اللي هو عايزه، بل هو كمان بيخلي الضحية يحس انه لو ما عملش اللي هو طلبه منه انه شخص وحش واناني، وانه تسبب له في مشاكل كبيرة، ويخليه يشك ان رفضه هو اللي هيدمر العلاقة او هيخلي حياته تتدهور. وده بيحصل عن طريق رقم 1 إيقاع اللوم. هنا المتلاعب بيوقع كل اللوم على الضحية اللي مش فاهم أصلا إنه بيتم التلاعب بيه، وده عن طريق إنه يحسسه إنه ضحى كتير علشانه. على سبيل المثال، لو المتلاعب والضحية في نفس مجال العمل والمتلاعب طلب منه إنه يعمل شغل مكانه، الضحية لو بس رفض هيلاقي المتلاعب ابتدى يلومه ويفكره بكل مرة هو عمل فيها حاجة علشانه، حتى لو الحاجة دي ما حصلتش من الأساس. والغرض من كل ده هو إن الضحية يحس بالذنب ويحس انه فعلا شخص سيء. وده غير المبالغة في التضحيات، وهي ان المتلاعب بيحكي عن التنازلات اللي عملها وبيعرضها كدين على الضحية، فالضحية يحس انه مدين ليه حتى لو اللي عمله مش حاجة كبيرة اساسا. وكمان الربط بين الرفض وعواقب درامية. هنا هو بيخلي الضحية تصدق انه لو قال لأ هتكون النتيجة كارثية، وان بيته هيتخرب وحياته هتتدمر. وبالتكرار الضحية هيبدأ يتحمل المسؤولية ويحس انه واجب عليه انه يساعده. والجيلت تريبنج ده اسلوب خطير جدا، لان الذنب واحد من أقوى المشاعر وبيخلي العقل يتخلى عن مصلحته لصالح تخفيف الألم العاطفي. الايزوليشن بقى خلينا نقول عليه زي تكملة الرحلة دي، لان هنا المتلاعب بيفصل الضحية عن اي مصدر معرفة، وده عشان يقدر يتلاعب بيه براحته. العزل يعني الضحية منفصل عن اهله واصحابه واي حد يقدر يقوله الحقيقة او يديه دعم. المتلاعب هنا بيخلي الضحية يعتمد عليه نفسيا وكمان اجتماعيا، ووقتها السيطرة بتبقى كاملة. وده عن طريق انه يبدأ يقطع الروابط تدريجيا، يقلل من قيمة الناس اللي حوالين الضحية، او يخلق موقف تخلي العلاقات تنهار
نهار، ويحسس الضحية ان كل اللي حواليه استغنوا عنه او انهم مش حابين له الخير وانهم سبب كل المشاكل في حياته، ويقنعه ويقول له الناس دول مش فاهمينك، انا معرفش انت عايش معاهم ازاي. ومش بس بيعزل الضحية واقعيا، بل حتى من على مواقع التواصل ممكن انه يقنع الضحية انه يحذف جميع اصدقائه واهله، ويقول له انه داخل مرحلة جديدة وانه لازم يكون جاهز ليها، وانه ما ينفعش الناس دي تفضل عنده. والهدف من كل ده هو ان الضحية ما يبقاش عنده اي نوع من الدعم او حتى انه يتكلم مع حد ويفوقه على الحقيقة انه الشخص ده بيتلاعب بيه، وان هو سبب كل مشاكله واللي بينه وبين اهله او حتى اصدقائه. والنتيجة من كل ده ان الضحية بيبقى شبه منعزل وبيعتمد كليا على المتلاعب، وصعوبة الخروج من العلاقة بتزيد جدا. الضحية بيلاقي نفسه لوحده بعد ما المتلاعب نجح في عزله، فبيسلم نفسه للأمر الواقع وبيفضل تحت سيطرة المتلاعب. لو وصلت للنهاية فده معناه انك شخص بيدور على الحقيقة، ولو مهتم تفهم اكتر عن علم النفس الاسود وفن التلاعب بالبشر اشترك في القناة، لان اللي جاي هيغير نظرتك للعالم تماما.